السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحب أهني إخواتنا الأخباط بعيدهم المبارك، وكل سنة وحضراتكم طيبين بمناسبة أعياد شم النسيم. هنستكمل مع بعض أسعار العملات المصرية القديمة وهنكمل المشوار اللي بدأناه. هنتكلم عن عملة تم إصدارها سنة 1964، عملة الخمس قروش، إصدار 1964، وجه النسر، وده أهم شيء. وجه النسر ده أهم شيء. كل العملات تقريبا النادرة المطلوبة لازم يكون لها وجه النسر، والجهة المقابلة 5 قروش 1964، 5 قروش 1964، مش 65 ولا 66 ولا 63. يبقى المطلوبة النهاردة 5 قروش 1964. وجه النسر بتعمل النهاردة من 20 لحد 25,000 جنيه تقريبا، لكن السعر الشائع ليها من 15 ل 20,000 على حسب حالتها، وفي ما بيجيبش 2000 جنيه لو العملة دايبة خالص يعني متهالكة. بالنسبة للناس اللي سألتني هل الأسعار دي حقيقية، أحب أقول لهم إن الأسعار دي حقيقية، وبكرر إن العملات دي لها بورصات بتحدد أسعارها على حسب العرض والطلب المطلوب. ويمكن كان فوق قريب مزاد اتعمل على 5 قروش وصل ثمنه 19,000 جنيه يمكن من أسبوع أو من 10 أيام بالظبط. المزاد ده كان في أحد الجروبات المختصة بالموضوع ده. دور وفتش في عملاتك القديمة، هتوصل وهتحصل على عملة من العملات اللي أنا بقول لحضراتكم عليها. واللي يجدها يكلمني على الخاص. تابعني على التيك توك محمد حكيم، لايك ومتابعة، وعلى اليوتيوب اسم القناة محمد حكيم بورسعيد. واشوفكم على خير، وكل سنة وحضراتكم طيبين.